السعودية. نعم. وكان انتقاد حاد وكنت تتكلم على ليش يا محمد وانت اليوم في المملكة العربية السعودية؟ والله يا ابو راكان، انا كنت ارى ان الذي يعمل انه صح، وانا في النهايه بشر وكنت ادافع على وطني. انتقدت من ناحيه، يعني ربما يعني ما سبيت، انتقدت، اما السب حاشا، لا دخلت في عرض ولا سببت ولا شتمت ولا طعنت. قير على بلدي مثل ما انتم الان تدافعوا تموت على بلادكم، انا كنت ادافع على بلدي وكنت ارى اني على حق. الله المستعان. اوكي. كنت ارى اني على حق. من ناحيه تم قصف امخاخ ملايين اليمنيين، اقول لك بشكل صريح. شلون؟ القوميين من جهه، الشعبويين من جهه، الناصريين من جهه، الزيديين من جهه، يعلموك من صغرك انه عبد العزيز ال سعود الله يرحمه ورث عياله ورث، انه لا تخلوا اليمن تطلع ولا تخلوا اليمن تنزل، وقصلوا امخاخ اليمنيين بالهبل ان السعوديه طامعه في ارضك وطامعه في غازك وفي بترولك وفي هذا. لا ما تشوف الان، خل اجيبها لك عن بلاطها. على اليمن الان يعني كانت شبه مقسمه، والاخوه في الامارات كانوا يقسموا البلاد. لو السعوديه طامعه في بلادنا كما تقول الامارات ياخذوا الجنوب، انا باخذ حضرموت الامارات، لكن استماتت ودافعت عنا ومشعتنا مش من بلعوم نتنياهو. هذا الذي غير رايي في المملكه ومن قبل. وحتى لما كنت انتقد في ذروه ما كنت انتقد الاخوه في المملكه، لي فيديوهات من 2017 2018 ادافع عليها، موجوده حتى الان موجوده في اليوتيوب. ايضا خرج في امريكا وتكلمت، وموجود الفيديو في التيك توك في 2022 قبل 4 سنوات، لما بايدن تكلم على قانون جستا والسعوديه، خرجت وقفت مع المملكه العربيه السعوديه، قلبوا ومستعد اروح ضارب باب البيت الابيض. طيب والان؟ الان يا طويل العمر السلامه، انا جيت للمملكه العربيه السعوديه وكنت اظن يعلم الله ويبى يسر لي. ها؟ كنت اقول يعلم الله ويبى يسر لي. الله المستعان. ويعلم الله ويبى يحصل لي. وصلت داخل بيتي بين اولادي واهلي، الله يحييك. والله ما لقيت الا الترهيب. تخيل وصل حد ان في ناس سعوديين يراسلوني بالسلام، يقولوا لي اسالك بالله يا اخي انا بطبخ لك واجيب لك اكل الفندق. تخيل.